هنعمل حاجة مغذية جدا ومفيدة جدا اللي هي البابا غنوج. هي تعتبر سلطة ولكن البتنجان عامة القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة صغيرة جديدة وحلوة جدا، ناس كتير قوي بتحبها. دي بتنجانية شويتها على البوتاجاز وحطيتها في شوية مية ساقعة وقشرتها، وحطيت عليها شوية كزبرة، شوية كمون، ونقطة صغيرة فلفل أسمر. هضربها في الخلاط واجيلكم ونقول الإضافات التانية. عملتها في الكبة بتاعة الخلاط. هعصر عليها نقطتين ليمون، وهحط عليها نقطتين زيت صغيرين، حبة زيت صغيرين خالص، وانا حطيت عليها الملح والكمون. هحط عليها نقطتين خل، الحاجات دي عشان ما تخليهاش تسود. حط عليها رشة ملح صغيرة، هحط رشة تاني لان بيبقى رشة صغيرة. هحط عليها حتة توم صغننة خالص، حتة صغيرة لا تذكر، تطعمها بس. وهحط عليها شوية طحينة من اللي احنا عاملينها في البيت، لان الطحينة ولعت بره. تمام، وبكده تبقى الوصفة كلها خلصت. هحطها في حاجة وهوريها لكم بعد ما تخلص. ودي سلطة بابا غنوج بعد ما خلصت. عايزة اقول لكم ان بيبقى طعمها روعة مع حاجات بسيطة جدا كلها موجودة في البيت. ودي عبارة عن بتنجانية صغيرة. لو عايزة كمية اكبر كبري البتنجان او اعملي واحدة او اتنين، بس يفضل ان انت تعمليه فريش اول باول، وما بتاخدش منك وقت وبتبقى حلوة جدا.